اليوم احنا غادي نبداو الدوري الرمضاني ديال ستريت هوكي اللي داخل في البرنامج ديال البطوله الوطنيه للستريت هوكي. مشاركين فيه 4 ديال الفرق اللي منها قراصنة السلا اللي هما موالين حاملين اللقب فوق الجليد 2017 2018 2019 و2021 2022 خداتها الرباط العاصمه كابيتالز اللي غادي يحضروا بقوه هذا الشهر هذا بفريق متكامل. شفناها في سميتو في النتائج اللي حققوا في فوق الجليد. كاين فريق لي هوسكيز ديال قنيطره، ولاول مره كاين الفريق ديال سوس ايس هوكي كلوب من اكادير اللي حاضرين معنا حتى هما هذا العام هذا باش ينافسوا في الدوري الرمضاني اللي تعطي الاول والثاني تيكون عندهم ديريكتومون تاهل لنهائيات كاس العرش اللي غادي تلعب ان شاء الله في شهر 7 يعني يوليوز 2023. حنا هذا الشيء تيدخل في اطار المجهودات الجباره اللي تتقوم بها الجامعه الملكيه المغربيه للهوكي على الجليد للتعريف بهذه الرياضه على الصعيد الوطني، ولكن تبقى عندنا الحنين لان الجامعه الملكيه الوحيده اللي كاينه بسلا، يعني الجمهور السلاوي اللي تيساندنا. الاسم ديال الفريق ديال سلا هو قراصنة سلا، يعني جات هذه الفكره ان الدوري الرمضاني كما تيدار في العاب اخرى بحال كره القدم، وهنا في ملاعب القرب اللي هي جميله بزاف هنا في قريبه المارينا صالي. يعني هذه هي الفرصه باننا اليوم نبداو هذا الدوري هذا وتعرف اكثر هذه الرياضه في للجمهور السلاوي والرباطي، وبما ان مشاركين معنا قنيطره والسوس ان شاء الله راه غادي يكون عنده وجود وطني. في إطار الأجواء الاحتفالية بشهر رمضان الأبرك، قررت الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد بتنظيم دوري خلال شهر رمضان الأبرك بين الفرق المحلية من الرباط والسلا وقنيطرة والسوس. كما تلاحظوا هذا هو الشعار ديال الدوري، وبان خلال هذا الملتقى غادي نتم الهدف منه التحسيس اكثر برياضه الهوكي وتقريب الجمهور لهذه الرياضه وتحبيبه لها. ورغم ان كاينه واحد المنافسه غتكون واحد المنافسه ان شاء الله شريفه ما بين الفرق الاربعه للتباري حول هذا الفوز بهذا الدوري، وان شاء الله يكون مشوق الساكنه مدينه سلا وكذلك الاخوان تيجيو من قنيطره ومن الرباط ومن تماره. ان شاء الله يوفق.